السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا الغاليين اخواتنا الصغيرين دفعة 2026. صلى على النبي يا سيدي وزيد النبي صلى. النهارده ان شاء الله كده، النهارده ان شاء الله قبل اي حاجة، طبعا قبل اي حصة لو تفتكر او قبل اي حل واجب دايما هتلاقيني بقول لك سمي الله الاول قبل ما نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي ان شاء الله احنا في بداية يونت 1 هنبدا نحل الاسئلة اللي عليه، ولو في مثلا تريكس معينة هنبدا نشرحها واحدة واحدة. هوريك انا ازاي بعرف احل سؤال مش عارف اترجمه. الجزئية دي مهمة جدا جدا جدا. اتفقنا يا عم؟ يلا بينا نسيبك دلوقتي على يونت 1. طب اول حاجه بس كده هات لي الامبورتنت نوتس دي، كانت موجوده عندك هتلاقيها في صفحه، بسم الله، صفحه رقم 6. ماشي يا مستر، فهمني بقى يا مستر صفحه رقم 6 عشان فيها تريكايه قلت لك هتنزل لك في فيديو. صلى على النبي يا سيدي. اول حاجه بقول لك ملاحظه واحد، عدم جمع الكلمات الاتيه year month week day hour. تقول لي انا ملاحظ كلهم ان هم مده، صح؟ ساعه، يوم، اسبوع، شهر، صح كده؟ سنه. اجي اقول لك ما فعلا المده، تقول لي ايوه. اهدى بقى، ايه قصه المده دي؟ ايه قصه المده دي؟ والمده دي ايه حكايتها؟ يعني بص صلى على النبي، صلى على النبي. انا امتى المده دي اضيف لها اس، وامتى اضيف لها ابوستروفي اس، وامتى اضيف لها اس ابوستروفي؟ تاني الكلمات اللي قدامك دي، المده اللي قدامك دي امتى اضيف لها زي year month week day hour؟ امتى اضيف لها اس عاديه، وامتى ابوستروفي اس، وامتى اس ابوستروفي، وهكذا. صلى على النبي. الاول المده. بص ركز كده معايا كده في الحته دي بالله عليك. المده لو جبت لك بعديها نون، لو المده جبت لك بعديها نون، المده دي ممنوع تزود لها اي حاجه، تزود لها اس باي شكل. ممنوع تزود لها اس ايه يا جماعه هنا باي شكل. يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم. وماله؟ بص الجمله دي، يعني ايه نون الاول يا جماعه؟ اسم، صح كده؟ تاني لو المده جه بعديها اسم، اي مده جبت لك بعديها اسم ممنوع تزود لها اس باي شكل. طب فهمني اكتر يا مستر، محتاج افهم. يعني انا اقول لك a 10 year مفرد، ها مفرد، بوي. ابدا اقول لك ليه المده دي ما زودتلهاش اس، رغم ان يا مستر في قبلها كلمه 10 اهو يا مستر 10. تقول لي بص مستر علاء قايل لي ايه بالراحه؟ المده امتى بسيبها ساده؟ حاله واحده، ايه هي يا جماعه؟ لو جه بعديها نون بس، لو جه بعديها نون فقط. يعني بص يا مستر، طب بص مثال تاني يا مستر. 5 بص اهو، بص A5 مثلا day holiday، واخد بالك؟ اهو هوليداي دي معناها اجازه، دي نون متفقين عليها كده احنا؟ تقول لي يا مستر متفقين عليها. بوي دي كانت نون، صح. فاسالك ليه المده ساده؟ تاني، المده امتى بتبقى ساده؟ لو جه بعديها نون. لو جه بعديها ايه يا جماعه؟ نون. ساعتها المده تبقى ساده من غير اي حاجه، ابيض كده. السؤال هنا بقى، طب امتى يير وداي دي؟ امتى اضيف لها ابوستروفي اس، وامتى اس ابوستروفي؟ تاني، امتى اضيف لها ابوستروفي اس، وامتى اس ابوستروفي؟ قبل اي حاجه لو بعد النقط في نون المده بختارها ايه؟ ساده من غير اس، ده لو بعد النقط في ايه؟ نون. خلاص، عشان يبقى المده لما بيجي بعدها نون المده بتكون ساده. زي بص كده هنا، بص هنا كده، سارة كيكس اوف، سارة يعني بمعنى صح بدأت هير دي يومها وذا كاب اوف كوفي، بفنجان قهوة قبل الايه؟ شيفت. عايز اقول قبل الشيفت ال 12 ساعة، قبل الشيفت ال 12 ايه يا جماعة؟ ساعة. اتفقنا يا مستر؟ بعد النقط في نون، صح. ينفع المدة يكون مضاف لها اس او ابوستروفي اس او ينفع؟ تقول لي لا عشان بعد النقط في ايه؟ نون. فبختار المدة يكون فيها ايه؟ مفرد. المدة تكون فيها ايه يا جماعة؟ او عبارة عن ايه؟ مده مفرد. ليه؟ عشان بعد النقط في نون. طب فين المده المفرد هنا على طول؟ هنا يا جماعه مفيش غيرها اصلا، هي كلمه 12 اور اهي. نفس المثال تحت، I usually have، انا عاده بيكون عندي نقط بريك. يعني كلمه بريك يا جماعه فسحه، ده نون، صح؟ يبقى المده اللي انا احطها لازم تكون مده ايه؟ مفرد. عشان بعد النقط في ايه؟ نون. طب فين المده المفرد هنا في minutes غلط، هنا ابوستروفي اس مينتس غلط، هنا اس ابوستروفي غلط. يتفضل عندي كلمه ايه يا شباب هنا؟ 10 minutes، هي الوحيده الموجوده. تمام؟ ولكن الوضع بيختلف مع كلمه واحده بس. طب لو بعد النقط مفيش نون، في لفظ تايم، في لفظ ايه؟ تايم. ده السؤال اللي بيجي لك في الامتحان.
امتى احط ابوستروفي اس على المده، امتى احط ابوستروفي اس اهو مع المده، وامتى اس ابوستروفي. هتلاقيني كاتب لك هنا مع المفرد ومع الجمع. مش فاهم يا مستر يعني ايه؟ صلى على النبي بالراحه. بص دلوقتي انا عندي قاعده اسمها تايم اهي، دايما هيديها لك بعد النقط. اتفقنا؟ هيديها لي بعد النقط. حلو. امتى بقى؟ امتى؟ كلمه زي كلمه احنا كنا بنتكلم في كلمات هنا زي ايه مثلا؟ هوريها لك. مثلا year apostrophe s، ومره تانية years apostrophe بس. اهو ده هتلاقيني كاتبه لك هنا براحه بس عشان اوريها لك years apostrophe s. مستر هو امتى ده وامتى ده؟ اسهل مما تتخيل. انا كل ده بتكلم في لفظ اسمه ايه؟ تايم. انا امتى بحط ابوستروفي اس؟ لو جه قبل المده a او n او 1 بس 1 دي يعني رقم كام؟ 1 صح كده؟ طب امتى اس ابوستروفي؟ لو جه قبل النقط رقم اكبر من 1 بس. والله العظيم بس. مستر ممكن تفهمها لي اكتر؟ مش فاهم. قال لك طيب تعال نشوف. I need مثلا انا بكلمك ايه؟ مثلا بألف لك اي حاجه الساعه 2 بالليل يعتبر. I need a ماشي مثلا years time. انا بكلمك بس على الدماغ، فاهم حاجه؟ يعني سيبك من الكلام المكتوب ده طبعا. انت ليه هنا حطيت ابوستروفي اس مع المده؟ السبب لان قبلها في ايه هنا؟ طب شيل الايه خليها هنا I need 10 اوكي ماشي. years apostrophe بس بعديها كلمة time. ليه هنا يا مستر حضرتك حطيت اس apostrophe اس؟ لان جه قبلها رقم اكبر من كام؟ 1. يعني من الاخر لو بعد نقط كلمة time امتى بحط apostrophe اس على المدة؟ امتى apostrophe اس على المدة؟ لو عندك a او n او 1. لو عندك قبل المدة a او n او 1. امال امتى يا مستر بتبقى اس ابوستروفي؟ لو قبل المده في رقم اكبر من 1. بص اكتبها بس وتعالى شوف السؤالين دول. ده فين؟ انا هنا حد شايفها؟ تعرف كلمه ويك ليه هنا حطينا ابوستروفي اس على كلمه ويك؟ عشان في قبل كلمه ويك ايه؟ طب ليه هنا حطينا اس ابوستروفي؟ انا معتمد انت شايف كلمه تايم، ليه اس ابوستروفي؟ لان في قبلها كلمه ايه هنا؟ 6 رقم اكبر من 1. فلو الرقم اكبر من 1 حط اس ابوستروفي، ده لو اكبر من 1. امال لو a او n او رقم 1 بحط ايه هنا يا جماعه؟ ابوستروفي اس وشكرا. طب يا مستر حلو قوي. دي اول ملاحظه، اتمنى ان انت تعيد الحته دي تاني. تعالى في ملاحظه 2 بالراحه. بقول لك لاحظ استخدام كلمه despite. لفظ despite يعني كلمه despite يا جماعه على الرغم من، صح؟ قلت لك بيجي وراها النون. الان دي يا جماعه هي نون يعني اسم او فعل اخره اي ان جي. حلو. بمعنى بالرغم من للتعبير عن الايه؟ التناقض. ولكن although بعدها جمله. بيجي بعديها جمله. يعني despite بيجي وراها اي ان جي او نون، لكن although بيجي وراها جمله كامله، فاعل زائد فعل زائد مفعول، فاعل زائد فعل زائد مفعول. بقول لك شرحها لك في بوستر هتستلمه ان شاء الله. في بوستر هعمله لك باذن الله هيفرق معاك 180 درجه. ده الفيديو. انا هو بقى يا مستر، انا despite بيجي وراها ايه؟ يا نون يا فعل اخره اي ان جي وبس. طيب بقول لك نوع ذا كايوس. يعني ايه كلمه كايوس اصلا يا جماعه؟ كايوس اصلا معناها ايه؟ تقول لي يا مستر الفوضى. يا ترى ايه الفوضى؟ she remains هي تظل او بتبقى هادئه and focuses on وبتركز على her duties على واجباتها. اتفقنا؟ يا ترى ايه الفوضى؟ بص طالب بيقول لي يا مستر عايز اشرحها بطريقه ثانيه. حبيبي عندي كلمه اسمها although، استنى، وعندي كلمه اسمها even though، الاثنين واحد. اتفقنا؟ دول معناهم بالرغم من. بيجي بعديهم ايه؟ اول حاجه بتيجي بعديهم ايه؟ جمله كامله. ايه يا مستر تاني بالراحه؟ جمله كامله. يعني جمله كامله يا مستر؟ فاعل زائد فعل زائد مفعول. مثال although على الرغم من
AF علاء فاروق ده الفاعل، is ده الفعل، مثلا tired مرهق، بالرغم ان علاء فاروق مرهق، مثلا he remains هو بيبقى calm هادئ. اتفقنا، دي كده اول معلومة. امال ايه قصة despite ده؟ قال لك despite بالمناسبة، وعندي كلمة تانية اسمها in spite of مالهم دول بقى؟ قال لك دول ما بيجيش وراهم فاعل اصلا، ما بيجيش بعدين فاعل، ما بيجي وراهم ايه؟ noun اسم او فعل اخره ing. طيب فعل اخره ing بقى اللي هنتكلم عليه. المهم بص المثال ده، despite على الرغم من the chaos على الرغم من الفوضى كوما الجمله خلصت. هل بعد despite في جمله كامله هنا؟ تقول لي لا. تاني، هل بعد despite في جمله كامله؟ تقول لي لا يا مس. فعلى الرغم من الفوضى I remain انا اظل او ابقى هادئ. جميل جدا، حلو يا مس. امال فين المشكله بقى؟ المشكله في موضوع الاي ان جي ده. اسمعني كويس. المشكله كلها في الاي ان جي. يعني ايه يا مستر؟ شفت انت كلمه although اللي بيجي وراها جمله كامله وبتاع؟ للاسف والله يا ابني although بينفع يجي برضه يجي وراه فعل اخره اي ان جي. وهنا بتبدا العركه. منين يا مستر؟ منين؟ انت بتقول لي دلوقتي ان although اللي هي معناها برغم من كان بيجي وراه جمله كامله. منين ان انت بتقول لي بينفع يجي بعديها اي ان جي؟ ومنين ان انت شارح لي ان كلمه despite هي اللي بيجي بعديها فعل اخره اي ان جي؟ منين ده ومنين ده؟ يعني الاثنين بينفعوا. although ممكن يجي وراها ان جي والله عادي. طب امتى ده يا مستر وامتى ده؟ معلش تقول لي بص، شايف الكوما؟ شايف الكوما. اللي انا عايز علاء فاروق عايز اقوله لك ان يا جماعه الحاجات الاخيره اي ان جي ناوين يا مستر. طب يا عم اديني فرصه اتكلم بس. ممكن تبقى فاعل عادي مفيش مشكله. ناوين يا عم انا موافقك مش معترض، بس اسمعني بس الله يكرمك. يعني ايه جمله كامله؟ فاعل زائد فعل زائد مفعول، فاعل زائد ايه؟ مفعول. طيب تعالى كده اوريك although لما بيجي وراها اي ان جي بيبقى شكلها عامل ازاي. although على الرغم من القراءة، على الرغم من القراءة، أيوه بص بقى is useful I don't like it ما بحبهاش I don't like والجملة خلصت. أنا هسألك سؤال، هو أنت ليه هنا يا مستر ما حطيتش كلمة despite؟ ليه ما حطيتش كلمة despite؟ ليه ما قلتش despite زائد reading على طول؟ بص أكتب لك إيه هنا. مستحيل الجملة اللي بعد despite، مستحيل الجملة يا شباب اللي بعد despite يكون فيها فعل، يكون فيها أي فعل. تاني ليه despite هنا غلط؟ يعني أنا دلوقتي مثلا عايز أشيل كلمة although وعايز أحط كلمة despite. بص أنا كاتب لك إيه هنا بقى. مستحيل الجملة اللي بعد despite يكون فيها فعل، مستحيل ما تنفعش. فلو أنا جيت أقرأ الجملة دي هلاقي فيه هنا لفظ عندي اسمه is. is اصلا عباره عن ايه لو تفتكر؟ لو انت واخد بالك يعني عباره عن verb to be، عباره عن verb to be فعل يعني من الاخر. الاز ده عباره عن ايه هنا يا جماعه؟ فعل. despite الجمله اللي بعدها ما ينفعش يكون فيها فعل. يعني انت يا مستر اللي منعك هنا وجود فعل او وجود فعل. معنى كده يا مستر ان although بيجي بعديها اي ان جي مع وجود فعل، في الجمله اللي بعد although، في الجمله اللي بعد although. يعني فهمتك كده يا مستر؟ بالراحه. بص بقسمها لك ازاي. although despite الاثنين بيجي وراهم اي ان جي صح. ايه الفرق بين الاثنين؟ بحط although مع الاي ان جي لو في فعل في الجمله اللي بعد although، في فعل في الجمله اللي بعد although اي فعل. امال امتى بحط despite؟ لو ما فيش فعل. امتى بحط despite يا عم؟ لو ما فيش فعل. ليه يا مستر؟ لان despite بس كاتب لك ان ايه؟ مستحيل الجمله اللي بعد despite يكون فيها اي فعل، مستحيل. يعني انت لو بعد النقط اي ان جي عايز تختار despite ما ينفعش يكون في فعل اصلا. طب اديني مثال يا مستر. وماله؟ despite reading many books I don't like them. خط على كلمة despite جبت لك ورا فعل اخره اي ان جي صح.
في فعل في الجمله اللي بعدها؟ يعني بص الجمله اللي بعد despite من اول كلمه reading many books، هل في فعل موجود؟ هل في فعل موجود؟ تقول لي لا. فده اللي بياكد لي الجمله، بياكد لي ايه؟ ان despite بيجي وراها اي ان جي في حاله ايه؟ بيقول لك مستحيل الجمله اللي بعد despite يكون فيها ايه يا جماعه؟ اي فعل، ما ينفعش. امال لو في فعل في الجمله اللي بعد النقط، لو في فعل في الجمله اللي بعد النقط حط although. لو في فعل في الجمله اللي بعد النقط حط كلمه although. طب تعال نشوف السؤال المقلب ده. تعال نشوف السؤال. ايوه. not eating اهو فعل اخره اي ان جي. حلو. انا عايز اما كلمه although اما despite. انا عايز اقول لك ايه؟ اكل too many sweets الحلويات الكتير. خط بقى يعني ايه؟ خط على كلمه ميكس. على فكره هي ميكس دي عباره عن ايه يا جماعه لو تفتكر كده؟ فعل. ميكس دي عباره عن ايه هنا يا شباب؟ فعل. صح كده؟ تقول لي صح كده يا مستر. ميكس فعلا عباره عن فعل. طب ما كده في فعل في الجمله اللي بعد النقط، ينفع احط ديسبايت؟ هي ديسبايت بيجي في الجمله اللي بعد ديسبايت، الجمله اللي بعد ديسبايت بينفع يبقى بعدها فعل؟ تقول لي استحاله استحاله، ديسبايت هنا غلط. ديسبايت حتى انا قلت لك كده هي شربتها هي كروديا واخترت كلمه ايه؟ ديسبايت، لان انت شفت ان بعد النقط اي ان جي فجبت ديسبايت. كلامك يبقى صح في حاله واحده، لو ما فيش فعل في الجمله اللي بعد ديسبايت. لو ما فيش فعل يبقى من الاخر الملخص although الجمله اللي بعديها فيها فعل، ديسبايت الجمله اللي بعديها ما فيهاش فعل. تاني الاختصار although الجمله اللي بعدها فيها فعل، طب ديسبايت الجمله اللي بعدها ما فيهاش اي فعل، ما فيهاش اي ايه؟ فعل. طيب يا مستر لغايه كده متهيألي احنا ماشيين تمام. بسم الله نبدا بقى يا عم حل الواجب. قبل ما احل معاك الواجب من فضلك انت هتطبق طريقتي، انا عايز اتاكد بس ان احنا بنسجل اهو. حضرتك هتطبق طريقتي بس معلش الله يكرمك. ايه هي؟ انت راجل مش قاموس. يعني ايه مستر مش قاموس؟ الله يبارك لك. يعني تقول لي يا مستر يعني مش شرط اترجم كل الجمله، انا يكفيني من الجمله كلها. بص يكفيني من الجمله كلها كلمه كلمتين اعرف المثال بيقول ايه، والاجابات الاجابه اللي انا مش واخدها في المنهج. يعني في اجابات انا مش واخدها في المنهج، ببص على الاجابات الكلمه دي انا اول مره اشوفها بس مش دي الاجابه، اشطب عليها اشطب عليها. هنروح بعيد ليه؟ هنروح بعيد ليه؟ في سؤال رقم 1. انا بص انا بكلمك ايه؟ بدردش معاك. انا لمحت في الاخر في كلمه عندي اسمها كلاتش. حلو قوي يا مستر. انت دي خدتها في المنهج؟ خدتها معايا؟ لا اشطب لي عليها. طب يا مستر على فكره كيكس 2 متكررين نشطب على واحده يعني بقت يا بي يا سي. انا لسه ما قريتش السؤال اصلا، لسه ما قريتش السؤال ده بجد. انت فاهم حاجه؟ انا عملت ايه؟ اخر اجابه دي انا خدتها؟ لا اشطب عليها بس. طب تعال نشوف ذا سكول يير السنه بتاعت المدرسه دايما ايه؟ يا ترى السنه المدرسه انا لازم اكون عارف يعني ايه كلمه كولابس. كولابس انا راجل دارسها معناها ينهار. كيكس معناها تبدا. سنه المدرسه ايه من دول يا جماعه؟ بتبدا. هل فرق معايا بقى يعني ايه كلمه سيرموني مثلا؟ لا ولا عايزه تفرق معايا، هعرف احل صح، هعرف برضه ان انا احل صح، موضوع سهل. فالاجابه السليمه هنا طبعا هي كلمه كيكس. يعني كلمه سيرموني يا جماعه؟ حفله. معناها ايه يا شباب تاني؟ حفله. والله السنه الدراسيه بتبدا بحفله بتبدا حفله افتتاح. تحتيها بعد اذن حضرتك زي اتموسفير. اتموسفير ماشي اتفقنا. طيب مستر انا مش عارف يعني ايه اتموسفير. حضرتك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انا يكفيني بس في المثال كله تعرف لك مثالين. تعرف لك كلمه زي اوفيس. يعني ايه اوفيس؟ تقول لي مكتب، دي اعرف. بوزيتيف يعني كلمه بوزيتيف؟ تقول لي ايجابي، تقول لي ايه؟ ايجابي. حلو. في حاجه اسمها كيوس. يعني كلمه كيوس؟ فوضى. في حاجه بالله عليك هنا اسمها فوضى ايجابيه؟ لا. طب ايكويتي انت خدتها اصلا؟ خدت كلمه ايكويتي اللي في الاول؟ لا. بتفكر فيها ليه بقى؟ براحتك بتفكر. يا مستر يعني معنى كده ان الكلمه اللي انا ما خدتهاش مش دي الاجابه بالظبط. طب ما لا مش ممكن. اطمن. لا خلاص الفكره اللي في دماغك انت ممكن الاجابه تبقى الكلمه. لا مش الكلام ده غلط. انت فاهم؟ الكلام ده مش منطقي، على الاقل مش الطالب اللي عندي. خلاص؟ فايكويتي غلط. عندك كلمه urgency وباز. باز اصلا معناها ايه يا جماعه؟ ضجه او اثاره. ضجه وايه؟ او صار في ضجه كده. طيب بقول لك هنا المكتب كان عنده ايه ايجابي افتر بعد الاعلان الضخم؟ عنده ايه ايجابي؟ طبعا عنده ضجه. ما في هنا كلمه announcement. يعني كلمه announcement عموما اكتبها لي عندك لو سمحت. اعلان. جماعه هنا كلمه اسمها urgence او urgency طوارئ. عارف كلمه الطوارئ؟ هي دي. ما اكيد ما فيش حاجه اسمها طوارئ ايجابيه يعني. امال اسمها ايه هنا يا جماعه؟ ضجه او اثاره ايجابيه. تحتيها نيرس سهله قوي دي. الممرضات عاده بيشتغلوا في ايه بقى؟ في شيفت 8 ساعات. بقول لك استنى انا عايز احط شيفت هنا صح؟ ليه هنا المده مفرد؟ عارف ليه؟ لان بعد النقط في نون.
مش انا قلت لك لو المده جه بعدها نون تبقى المده دي مالها دايما مفرد. 4 paramedics اللي هم المسعفون بتوع الاسعاف احنا عرفناها are trained معناها بيتدربوا first aid quickly. first aid معناها الاسعافات الاوليه. طيب migrate دي اصلا احنا خدناها؟ لا ما خدتش migrate، اشطب عليها. مون دي انت لسه خدتها دلوقتي، انت هتاخدها ان شاء الله في ليسن 3 4 خدتها؟ لا اشطب عليه. collapse ينهار، ينفع اقول المسعفين بينهاروا بسرعه؟ تنفع؟ لا اكيد administer يعني كلمه administer بيعطي علاج ويدير. فعلا المسعفين بيعطوا علاج او بيديروا او بينفذوا first aid اسعافات اوليه بسرعه، صح؟ الموضوع سهل، الموضوع سهل مش صعب، ما تصعبوش على نفسك. انا مش راجل مختل عشان اعرف اترجم لك كل كلمه، يعني بص كل كلمه لو هفضل اترجمها لك ايه ده؟ مطلوب منك تحفظ بقى الانجليزي كله، تفهم حاجه؟ لكن انا بعلمك تكنيك سهل، تكنيك سهل خاص بينا احنا، اعرف خليك تحل بيه ان شاء الله اي سؤال بس. 5 pay كان عندي كلمه ثابته، احنا قلنا صحيح خدنا كلمه migration يعني لا ما خدناش migration، خلاص سيبها، سيب كلمه migration. مع ان بالمناسبه migration انا وخدت كلمه dynasty صح؟ dynasty دي حلوه قوي، السلاله الملكيه. ما علينا. migration اللي هي عارف الهجره، هجره هي دي كلمه migration ده عموما يعني. المهم بقول لك pay على فكره pay ليها معنى اسمه يدفع وليها معنى اسمه يعطي. تاني pay دي ليها معنيين، يدفع ويعطي. مستر اقف اقف اقف، انا ما اعرفش ان pay معناها يعطي ولا يدفع ولا الكلام ولا انا خلاص، بس انا بعمل ايه؟ بسيبها وبمشي. المهم ان انا عارف يعني ايه كلمه teacher، يعني ايه كلمه teacher؟ تقول لي مدرس. طب instructions اي طالب عارف ان هي معناها تعليمات. يا ترى تعليمات المدرس محتاجه ايه من الاربع اجابات؟ محتاجه ايه مثلا تعليمات المدرس؟ اكيد محتاجه attention، يعني كلمه attention يا جماعه اللي هو اهتمام، اللي هو اهتمام. تحتيها the hospital المستشفى received استلمت many patients الكثير من المرضى بعد الايه؟ اكيد طبعا بعد chores دي انت خدتها؟ خدت كلمه chores؟ تبص عليها ليه؟ تبص عليها ليه؟ عيب اشرب عليه. طيب يا ترى بعد الايه؟ اكيد emergency، يعني كلمه emergency يا جماعه اللي هي الطوارئ. حتى يا جدع بطل بجاحه. هوسبيتال مستشفى emergency. ذا فاير الحريقه كاز سببت a complete كامل in the market في السوق. الحريقه ليها علاقه بالاجابه. هل انا مضطر اترجم الجمله كلها؟ ابدا والله ابدا، وهعرف احل ان شاء الله. فالاجابه هنا طبعا هي كلمه chaos اللي هي فوضى. الحريقه سببت فوضى كامله في السوق. 8 الايه اوف ذا اكسيدنت يعني ايه؟ حادثه. حلو. الايه بتاع الحادثه was taken تم اخذه الى غرفه الطوارئ. يا ترى الايه بتاع الحادثه تم اخذه لغرفه الطوارئ؟ ما فيش غير كلمه واحده من دول اللي هتنفع تمشي في السياق ده، اللي هي كلمه ايه هنا يا جماعه؟ فيكتيم. يعني كلمه فيكتيم يا شباب؟ ضحيه الحادث. 9 seeing children انت تشوف اطفال. suffer كلمه suffer معناه يعاني، سجلها لي عندك مهم. ان انت تشوف اطفال بتعاني هو عباره عن ايه من دول يا جماعه؟ اكيد حاجه طبعا heart breaking. يعني ايه كلمه heart breaking؟ محزن، شيء محزن جدا جدا جدا. انت خدت كلمه يعني كلمه sophisticated دي؟ خدتها؟ ما خدتهاش؟ خشوا عليها بس، خشوا عليها. انت عايز تبحث عن معناها بقى ما عنديش مشكله، بس انا بعلمك ازاي بحل. 10 the old bridge الكوبري القديم. الكوبري ايه هنا يا جماعه؟ القديم. يا ترى الكوبري القديم ايه اللي هيحصل له من دول؟ if we don't repair it لو احنا ما صلحناهوش يا ترى ايه اللي هيجرى له؟ اكيد هينهار، collapse. كمل. she lost هي فقدت ايه during اثناء the surgery. يعني كلمه surgery يا جماعه؟ الجراحه. يا ترى هي فقدت ايه اثناء الجراحه؟ فقدت الايه يا جماعه اثناء الجراحه؟ اكيد لما ابص كده على الاربع اجابات مفيش اجابه واحده بس، اللي هي كلمه conscientious. يعني كلمه conscientious يا مستر اللي هي الوعي، خدناها. 12 if someone لو شخص ما stop بيتوقف breathing بيتوقف عن التنفس. واحد بيتوقف عن التنفس يا ترى المفروض نعمل له ايه؟ you might need to انت ربما تحتاج ان انت perform. كلمه perform معناها تقوم به. يا ترى هنقوم بايه بقى؟ من الاجابات وكانت موجوده في الكلمات والله. هقوله بانعاش رئوي. انعاش ايه هنا يا جماعه كده؟ رئوي اللي هي كلمه CPR. the child الطفل حاجه her mother's hand. الطفل ايه؟ ايد مامته. ايد مامته. طبعا مسك ايد مامته. مع ان اجابه من دول معناها يمسك يا جماعه؟ grabbed. خلي بالك انا بتعامل معاك ان انت طالب حفظت كلمات، فهتعرف تحل الكلام ده. 14
The nurse الممرضة gives the patient أعطت المريض the correct أعطته الإيه السليم to help عشان تساعده إن هو relieve يرتاح من الألم the pain. يا ترى هتديله إيه هنا؟ دواء. طب يعني إيه كلمة دواء؟ medication. medication دي خدتها في كلمات medication. 15 the lifeguard خدناها. يعني كلمة lifeguard يا جماعة حارس حمام السباحة. حارس حمام السباحة try to حاول إن هو تشيك يفحص الإيه بتاع الرجل before starting قبل قبل ما يقوم بالفيرست ايد. يعني كلمة فيرست ايد الأول يا جماعة الإسعافات الأولية. طب السؤال هنا بقى السؤال هنا حاضر يا مستر أنا شايف إن هو أنا قاعد محتار يا مستر الراجل بتاع حمام السباحة حاول إن هو يفحص السؤال ده إيه اف على فكرة كتاب ده حاول إنه يفحص الإيه بتاع الرجل قبل ما يعمل له. طب يا مستر ممكن مثلا يفحص التنفس بتاع الرجل ولا بولس. يعني كلمة بولس النبض بولس معناها نبض في كلمات. طب ما مثلا بيفحص النفس اجي اقول لك هو بس في مشكله صغيره مفيش حاجه مبدئيا مفيش حاجه اسمها يفحص النفس. لا يا مستر عايز اشوفه بيتنفس ولا لا. طب يعني ايه كلمه تشيك تقول لي يفحص. يعني كلمه بريز النفس لا بريز بحرف الاي معناه يتنفس. معناه ايه هنا يا جماعه كده في حاجه اسمها يفحص يتنفس الرجل ولا يفحص نبض. لا مستر بالراحه يعني بريث يتنفس. طب شيل منها حرف الاي بقت بريث. يعني كلمه بريث يا جماعه لفظ بريث معناه ايه يا شباب؟ تقول لي يا مستر كلمه بريث معناها نفس. بريث اللي هي النون معناها ايه هنا؟ نفس. طب اكيد طبعا طالما حد تشيك هيفحص حد هيفحص الايه هنا يا جماعه؟ بولس. يعني كلمه بولس يا شباب لفظ بولس معناها ايه؟ بولس اللي هي معناها النبض. 16 الاي arrived الاي وصل within. كلمه within كلمه بحبها قوي معناها خلال. يا ترى مين اللي وصل خلال دقايق to give عشان يقوم ب emergency first aid اسعافات اوليه. مين اللي بيعمل الاسعافات الاوليه يا جماعه؟ اكيد الباراميدكس المسعفين. طب paramedics are trained to بص انا بس المقصود بيها ان انت تشوف كلمه first aid جبت لك معاها كلمه ايه؟ give. جبت لك معاها كلمه ايه؟ give. فانا عايز هنا كلمه give first aid give first aid. طيب يا مستر ثم 18 keep practicing. 17 دي فيها لقطه تعالى بس نشوف كده كام 18 keep practicing خليك محافظ على التدريب بتاعك كل يوم. بقول لك remember خليك فاكر. ايوه بص بقى على الاربع اجابات. اهلا بيك في الايديومز. فاكر الايديومز اللي بيقدروا على الفورمات تطلع البت ايه بالظبط. بقول لك خليك مستمر في التدريب كل يوم. خليك فاكر ان no pain no gain. يعني ايه كلمه no pain no gain يا جماعه؟ زي ما تقول كده مفيش حلاوه من غير نار مفيش نجاح من غير تعب دي كانت معناها. طيب بقول لك not means معناها giving ان انت بتعطي feel. بالمناسبه لا خلينا نرجع في سؤال 18. يعني ايه كلمه rain cats and dogs؟ يعني ينفع اقول السما بتمطر كلاب وقطط؟ لا دي معناها تمطر كثيرا بتمطر كتير جدا. out of the blue فجأة معناها ايه يا جماعة؟ فجأة ده مصطلح ثابت. عندي كلمة break the ice. عارف واحنا قاعدين كده واحنا قاعدين نقول مثلا كلنا قاعدين ساكتين فاقول ايه يا جماعة نصلي على النبي في ايه؟ هي دي كلمة break the ice. بكسر الحاجز بتاع الجليد ده بكسر حاجز السكوت فاهم؟ بقول فيها يا جماعة ده احنا اخوات ما تصلوا على النبي مال كلنا قاعدين ساكتين اسمه كده break ايه؟ the ice. يعني ببدأ افتح معاك مواضيع دي اسمها ايه كده؟ break the ice. 19 ان كلمه من دول معناها feeling ان انت بتشعر a satisfaction ارتياح or pleasure او سعاده. تمريح او سعاده because you help لان انت ساعدت شخص or achieved او حققت حاجه كويسه. pleasure معناها سعاده. بلاش انت ساعدت شخص او انجزت حاجه كويسه. هل دي لها علاقه بالصدر اصلا chest؟ لا. لها علاقه بالبولس النبض؟ لا. conscientious بالوعي؟ لا. rewarding. يعني كلمه rewarding يا جماعه مجزي او مرضي عايز اوريك حاجه معرفش شايف سنه ايه فين بالظبط مش هنا ثانيه واحده. ايوه بص في الديفينيشنز كان عندي كلمه هنا اسمها بالمناسبه يا جماعه كلمه victim مش يعني ضجه يعني ضحيه ان احنا اسفين جدا. تعالى في كلمه rewarding لفظ reward مرضي او مكسب. بص هنا بص تعرفها ايه؟ a feeling of satisfaction or pleasure because you helped someone. نفس الجمله
عشان كده انا دايما كنت بقول ايه يا جماعه؟ كنت دايما بقول ايه؟ لازم تقرا التعريف ده، هيجي لك عليه اسئله كتير جدا 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 جدا، خلي بالك بس. ومترجمهم لك والله بالعربي. نكمل. there has been، كان يوجد هناك، وده اللي انا بتكلم فيه. بص بقى، كان يوجد هناك a sudden shift، تحول مفاجئ، في تحول مفاجئ in public opinion، في الرأي العام. مرادف كلمة shift معناها تحول أو وردية، صح؟ بقول لك هنا السؤال ده، بقول لك عايز فيه كام إجابة؟ إجابتين. مرادف كلمة يتحول، تحول. هل هو ستوب يمنع؟ لا. فريز معناه يتجمد، ده تنفع؟ لا. أنا عايز كلمة يحول، حد بيحول حاجة. تشينج طبعا هي الاجابه السليمه، وكلمه ترانسفير الاجابه السليمه. مستر طب انا بقى ما كنت، لا ما فيش حاجه اسمها ما كنتش اعرفها، انا كنت كاتبها لك في الكلمات، وكاتب لك السينونيمز بتاعتها والانتونيمز بتاعتها. انت العيال ما بتذاكرش، تفرق. في 21 هيفي رينز، المطر الكتير، has caused، سبب كيوس، سبب فوضى فظيعه في الطرق. عكس كلمه فوضى كيوس معناها فوضى، عكسها اوردر. يعني كلمه اوردر؟ النظام، موجوده في الكلمات. واورجنايزيشن معناها برضو تنظيم او نظام. ماشي. 22 اي اف يعني كلمه انا عندي صداع، انا معناها عندي معناها هاف، صداع هيدك، اي هاف ا هيدك. ماشي. يعني كلمه انا عندي وجع في المعده، اي هاف ستوميك ايك، اي هاف ستوميك ايك، اي هاف ستوميك ايك. يعني هاف معناها عنده. ألم معناها pain، صح؟ أنا عندي ألم، I have a pain، أو excuse me I have pain، I have pain معناها ألم. بص بقى السؤال رقم 22. after lifting دي يا جماعة هنا معناها رفع. بعد رفع the heavy box، بعد رفع الصندوق التقيل، she began to، هي بدأت a sharp pain، هي بدأت ألم حاد in her lower back، في ظهرها كده من تحت. فيا ترى هي بدأت ألم حاد، بدأت يكون عندها ألم حاد. يعني كلمة يكون عنده؟ have. she began to have pain، يعني كلمة have a pain يا جماعة أو sharp pain تقول لي بدأ يبقى عندها ألم حاد. 23 in order to، خط على كلمة in order to اكتب لي جنبيها كده لكي complete، تكمل المشروع successfully، بنجاح. the manager، المدير، reminded everyone، فكر كل شخص ان واحده من دول في كلمه من دول احنا واخدينها ليها علاقه بسياق الجمله. ايه هي؟ تيم ورك ميكس ذا دريم ورك، العمل الجماعي بيساهم في الانجاز الكثير، او العمل الجماعي بيخلي الشغل ينجح. هي الوحيده اللي ماشيه مع الكلام ده. بالمناسبه سجل لي كلمه essential. يعني كلمه essential يا مستر؟ معناها هنا يا شباب ضروري. طيب 24 بقول لك not is a situation، هي موقف، هو موقف or experience أو تجربة with many ups and downs. ups and downs يا جماعة معناها إيه؟ أفهمها لك. يعني كلمة ups and downs، عارف الحياة رايح جاي، عارف كلمة رايح جاي اللي هو حبة فوق وحبة تحت، هي دي بقى. بقول لك مواقف وتجارب وحبة فوق وحبة تحت، هو ده عبارة عن إيه من دول يا جماعة كده؟ عبارة عن حاجة مجزية rewarding؟ لا. attention عبارة عن انتباه؟ لا. عباره عن conscientious، وعي؟ لا. ما تفضلش عندك كلمه رولر كوستر. يعني كلمه رولر كوستر يا جماعه؟ تجربه، او عارف كلمه حاجه مليئه بالايه، في حوار. عارف 4 دخلوا عاملين حادثه، بتسال ايه اللي حصل، بتقول الاربعه ضربوا بعض كده، انت فاهم؟ ده اسمه ايه بقى؟ فجاه واحد صاحبهم جه، صاحبهم ده راح معور واحد، فبعد كده الظابط جه. ايوه دي اسمه ايه بقى؟ الرولر كوستر. تجربه في تقلبات، عارف التقلبات اللي هو ايه؟ حبه فوق وحبه تحت، محدش فاهم فيه ايه، دي اسمها كده الرولر كوستر. هتلاقي حتى في التعريفات عندك. 11 سؤال 25 بقول لك نقط. معلش انا اسف، دي احنا عملناها خلاص رولر كوستر. انا عايز بقى كلمه ذا سينونيم، مرادف كلمه هارت بريكنج في السؤال رقم 26. هارت بريكنج معناها محزن، انهي كلمه من دول لو انت رايح مذاكر كلماتك تبقى تراجيك. 27 كولابس معناها ينهار، حد بينهار او بيفشل او بيسقط. عكسها ايه؟ عكس كلمه ينهار اللي هي كلمه رايز. يعني كلمه رايز يرتفع او ارتفاع. 28 in times، في اوقات، مش اوقات excuse me، هنا times معناها اوقات. في اوقات الازمات، في اوقات الازمات crisis، انقلها لي عندك AF الكلمه دي AF.
في اوقات الازمات people often الناس عاده rely كانت موجوده في الكلمات. عندي كلمه اسمها rely on في الكلمات يعني مش الفها. يعني كلمه rely on بيعتمدوا على، يعني كلمه rely on يعتمدوا على. انقل لي عندك المعنى ده. انا عندي لفظ اسمه هنا يا جماعه rely on، عندي كلمه اسمها count on، عندي كلمه اسمها depend on مستر هم ايه معناهم دول؟ يعتمد على. جميل جدا. 29 before قبل leaving قبل ما تسيب the laboratory قبل ما تسيب المعمل you must not sure عايز اقول انت يجب ايه sure عايز اقول انت يجب ان تتأكد that all the chemicals كل المواد الكيميائية are safely logged. كلمة safely معناها بأمان، logged معناها مقفول عليها بأمان. انت لازم تتأكد. يعني كلمة تتأكد make sure، يعني كلمة تتأكد تاني make sure. 30 her first day يومها الأول at the new job في الوظيفة الجديدة، في يومها الأول في وظيفتها الجديدة she was ready هي كانت جاهزة إن هي إيه؟ إحنا فين؟ في بص في أول يوم ليها في الوظيفة هي كانت جاهزة إن هي إيه؟ and immediately وفورا contribute to وتنضم إلى أو تساهم فيه. يعني كلمة contribute to سيبك من بص معناها تساهم فيه. اللي همني تعرف ان كلمه contribute to لو جه وراها فعل بيبقى فعل اخره ing. contribute to ايوه جدع انت بتنقلها. حد لسه مقدم على وظيفه وبتاع محتاج يتحرك في الشغل ويخرب الدنيا hit the ground running كانت موجوده في الايديومز. hit the ground running معناها بيبدا يشتغل بحماس وطاقه وخرب الدنيا لسه بادئه وظيفتها عايز تثبت نفسها. طيب 31 نقط is to take ان انت تاخذ بس شكرا والله ما محتاج اكمل. grab يعني كلمه grab اصلا يمسك حاجه او يجذب حاجه. بس هنكمل السؤال. to not is to take or hold او تمسك something شيئا ما quickly بسرعه بجذبه بسرعه خلي بالك and strongly وبقوه طبعا grab. the antonym انا هنا في سؤال رقم 32 عكس كلمه kick off معناها يبدا عكسها end يعني كلمه end ينتهي. 33 he had to هو اضطر ان هو ايه studying المذاكره for his exams عشان امتحاناته. هل يا ترى kill time هيقتل وقت؟ actions speak louder than words يعني كلمه action speak الافعال اقوى من الكلام. معلش واحد عاوز يذاكر، اللي عاوز يذاكر بيعمل ايه؟ بيسهر. من اللي عاوز يذاكر عشان امتحاناته بيعمل ايه؟ بيسهر. فين كلمة يسهر من الأربع إجابات اللي احنا خدناهم؟ burn the midnight oil يعني كلمة burn the midnight oil معناها بيسهر. 34 بقول لك to not is to fall down معناها تسقط تقع. suddenly اللي عندك فجأة ايه اللي معناه انت بتسقط فجأة تقع فجأة؟ because of بسبب مرض أو weakness أو ضعف، بسبب مرض أو إيه أو ضعف. أنهي حاجة من دول معناها انت تقع فجأة بسبب مرض أو ضعف؟ اللي هي كلمة كولابس. يعني كلمة كولابس يسقط أو ينهار. عارف البيت لما بينهار؟ هي دي كولابس وبينهار فجأة. 35 المريض احتاج constant كلمة خطيرة معناها مستمر. يعني كلمة constant يا جماعة هنا مستمر. المريض احتاج انتباه دائم أو مستمر. حلو. عكس كلمة انتباه يعني واحد في انتباه كده واهتمام كده. عكس انتباه او اهتمام عكسها carelessness موجوده في الكلمات. يعني كلمه carelessness اصلا اهمال. معناها ايه تاني هنا يا جماعه؟ اهمال. grab معناها يمسك او يشد. عايز مرادف كلمه يمسك او يشد. حد بيمسك حاجه او بيشد حاجه، هل هو هيبقى معناها ان هو دروب بيسقط الشيء ده؟ لا. طب هل push يعني كلمه push يا جماعه يدفع يزق؟ لا. طب يعني كلمه release يطلق يسيب يعني؟ لا. الإجابة كلمة seize يحاصر أو يمسك. seize. اسمع الجملة دي. يعني كلمة seize the opportunity يعني كلمة seize the opportunity يستغل الفرصة. 37 the team الفريق ايه to make sure ان هو يتأكد احنا فين to make sure the event الايفنت يعني وذا سكسس كان ناجح كده. الفريق كلمة اوفر ذا مون خطير قوي السؤال ده. اوفر ذا مون معناها سعيد جدا. ينفع اقول الفريق
سعيد جدا لكي او ان يتاكد ان الايفنت كان ناجح، تقول لي لا. انت ما خدتش كلمه تيك ات ايزي معناها ياخد الامور ببساطه، لا. jump out of his skin، يعني كلمه jump out of his skin اصلا معناها خايف جدا، خايف جدا. مفيش ولا اجابه من دول تنفع اصلا، ومفيش اجابه انت من دول خدتها اصلا غير كلمه win the extra mile. على فكره هتلاقيها، بص كاتبها لك فين، استنى كده يا جماعه بس عشان هو الجهاز عطل بشكل ما، مش عارف. بسم الله، هو في ايه؟ ثانيه واحده، في يا جماعه بسم الله. يمكن تكون واقفه على بسم الله، في شويه حاجات كده بتبقى واقفه على بسم الله. خلينا نوقف يا عم، مش عارف في ايه. نكمل كده يا جماعه، نكمل. 38 بقول لك not is the state، هي الحالة of being، ان انت بتكون awake معناها مستيقظ. awake معناها يا جماعة مستيقظ and aware of، واعي ب what's happening around you، يعني كلمة what's happening ماذا يحدث حواليك. أي حالة من دول معناها ان انت واعي من دول. conscientious، يعني كلمة conscientious اصلا على طول معناها الوعي او الادراك. طيب 39 the protest، السلام، يعني كلمة protest المتظاهر، عارفين المتظاهرين protests. the protest created، عمل complete chaos معناها فوضى بشعة، مرادف كلمة فوضى. harmony كان عكسها، calm عكسها، order عكسها، كلهم معناهم هادئ، نظام. الإجابة السليمة disorder. يعني كلمة باز كان قلنا معناها ليها معنى اسمه ضجة أو إثارة، ضجة أو إيه؟ أو إثارة. دوشة. عايز عكس كلمة دوشة، نظام order. 41 the engineer، أنا معتمد إنت ذاكرت السينونيمز والانتونيمز، أوكي؟ the engineer المهندس اضطر إن هو إيه؟ a complex task. إحنا فين معلش؟ the engineer had to not a complex task. محتاج اعرفك بقى ايه الفرق ما بين، طب شايف كلمة تاسك؟ يعني كلمة يقوم بمهمة. شايف كلمة تاسك؟ شايف كلمة سبورت؟ شايف كلمة تاسك؟ شايف اي كلمة اخرها كلمة work زي هوم ورك، هاوس ورك، الكلام ده كله؟ مستر مالهم؟ ابدا، بقول لك بس بيجي معاهم كلمة دو. يعني كلمة دو اتاسك يقوم بمهمة. دو سبورت يلعب رياضة طبعا. دو ورك يقوم بهذا العمل. فأنا هنا بقول لك كلمة a complex task do. المهندس اضطر إن هو إيه؟ بمهمة complex معقدة within خلال a very limited time، وقت محدد جدا. time frame to prevent عشان يمنع النظام إن هو يسقط. يبقى هو اضطر إن هو إيه هنا يا جماعة؟ do يقوم بيه. كلمة تاسك سجلها لي عندك بس، إن تاسك بيجي معاها حرف كلمة يعني to. فين في 42 أنهي واحدة من دول أنت خدتها؟ 42 مفيش غير واحدة بس، والله بجد واحدة بس أنت خدتها دي. عايزين نتأكد يا مستر. when the fire alarm rang، عندما الجرس بتاع الإنذار رن، the firefighters بتوع المطافي اضطروا ايه؟ ينطلقوا الى العمل لما الجرس رن. immediately سجلها عندك معناها فورا. ليه بقى؟ to prevent عشان نمنع اي سجلها عندك كلمه casualties. يعني كلمه casualties اصلا ايه مثلا؟ معناها اصابات. يعني كلمه casualties يا شباب اصابات. 43 بقول لك not is a person، هو شخص who has been hurt. يعني كلمه hurt تم اذيته، killed او تم قتله. شخص اتأذى او اتقتل. انهي واحد من دول الشخص اتأذى او اتقتل؟ اكيد victim. يعني كلمة victim يا شباب هنا ضحية. ماشي. 44 عايز عكس كلمة administer معناها يعطي علاج ومعناها يدير. عكسها طبعا عكسها ينسحب.
withdraw. يعني كلمه withdraw ينسحب، بدل ما حد بيدير حاجه لا بينسحب منها خالص. بس الباقي كلهم synonyms مرادفين. يعني كلمه synonym يا جماعه مرادف كلمه rewarding synonym مرادف لفظ rewarding معناها مجزي، مرادفها satisfying. 46 ذا فوتبول ماتش بتاع الكوره سوف ايه الساعه 7. اكيد سوف ايه يا جماعه؟ كيك اوف. يعني كلمه كيك اوف يا شباب يبدا الساعه 7. طيب السادن نوت يا ترى ايه؟ يعني كلمه سادن بقى مفاجئ. من قبل ما اكمل الجمله، أي حاجه من دول ينفع تتحط معاها كلمه مفاجئ او مفاجاه. in the market في السوق. when people عندما الناس started running بدأوا يجروا. الناس بدأت تجري في السوق. ده عبارة عن ايه من الإجابات؟ chaos. هو أنا مش مضطر أترجم السؤال كله. الإجابة اللي أنا مش واخدها هشرب عليها. تاني حاجة السؤال عارف بيقول إيه وهتلاقي إجابة واضحة قدامك على الكلمات. 48 the rescue team يعني كلمة rescue team فريق الإنقاذ worked quickly اشتغل quickly بسرعة to help the accident عشان يساعد الايه بتاع الحادث. هيساعد مين بتاع الحادث؟ اكيد طبعا victim. يعني كلمه victim ضحيه. 49 there was كان يوجد ايه exciting مثير كده in the classroom في الفصل when the students عندما الطلاب heard about سمعوا عن the trip. يعني كلمه the trip اصلا يا جماعه تقول لي يا مستر لا the trip انا عارفها trip يا مستر معناها رحله. يا ترى كان في ايه في الفصل لما الطلاب سمعوا عن الرحله وكان شيء مثير كده؟ يعني حاجه كويسه كده. الكايوس غلط. الكايوس شيء سلبي. الكايوس شيء سلبي، فوضى سلبيه. لكن انا بقول لك اكسايتنج مثير شيق حلو بز. مش فاهمك. كايوس معناها فوضى دي هتعمل حاجات سيئه جدا. فوضى. بز معناها صوت عالي فعلا وضجه واثاره بس حاجه كويسه مش وحشه. حاجه كويسه مش وحشه. حتى كلمه اكسايتنج معناها اثاره او مثير. كلمه باز كانت معناها اثاره برضه، كانت موجوده في الكلمات والله. 50 after running up the stairs بعد ما طلع السلم جري he felt dizzy. يعني كلمه dizzy اصلا شعر ان هو دايخ and nearly وتقريبا ايه بقى grabbed يا ترى؟ تقريبا مسك احتفل. تقريبا ايه يا جماعه؟ انهار. يعني كلمه انهار عارف يقول لك اي كولابس اغمى عليا وقعت من طول. فديزي معناها دايخ. مستر هو ليه مش دروب؟ يعني ايه دروب؟ يسقط. لا مش يسقط. نعم هو في فرق. يسقط شيء. يعني ايه يسقط شيء؟ يعني بص لازم الدروب دي يجي وراها الحاجه اللي وقعت. فاهم؟ يعني مثلا I dropped ينفع اقول دي اسمها انا وقعت؟ لا غلط كده. دروب بيجي وراه اسم الحاجه اللي وقعت. I dropped my phone. كده انا وقعت موبايلي. اسقطت موبايلي. مش انا اللي وقعت، انا وقعت موبايلي. فكلمه dropped لازم يجي بعديها اسم الحاجه. طبعا الاجابه هنا collapsed معناها انهار او وقعت خالص. 51 The loud دي بقى اسئله على المين فوكاب. الايه العالي from the car من العربيه. ايه العالي من العربيه؟ صوت الزماره او الصفير. بيب 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 كده يعني. Your qualifications المؤهلات بتاعتك are good كويسه بصراحه. Your main disadvantage يعني كلمه disadvantages عيوب. اما الqualification معناها مؤهلاتك كويسه. عيوبك الرئيسيه is your lack معناها نقص. عندك نقص ايه يا باشا؟ نقص ايه من الاجابات دي كده؟ اكيد نقص خبره. طب يعني كلمه خبره يا مستر؟ experience خبره شغل experience. لكن experiences وهي اخرها اس خبرات تجارب حياتيه. عارف الواحد اللي اتجوز وطلق ده عنده كده experiences تجارب حياتيه كده. لكن واحد اشتغل هنا وهنا عنده experience. يبقى الفرق من اول اتنين ان دي من غير اس مع الشغل حلو، بالاس مع الحياه عندك تجارب حياتيه. ماشي. فين before leaving the hospital قبل ما تسيب المستشفى
الدكتور وعد ان هو يفحص تشيك. عايز اعرف حرف الجر بيجي مع كلمه تشيك ايه؟ اسمها تشيك اون، ثابته. تشيك اون ثابته. اسمها ايه تاني يا جماعه؟ تشيك اون. و54 تو اتشيف، عشان تحقق هيز دريم. عشان اتشيف معناه يحقق، عشان يحقق هدفه of becoming a doctor، ان هو يبقى دكتور. هو وعد ان هو ايه؟ وده السؤال انا عايز اساله لك، ده السؤال عايز اساله. خط على كلمه effort. عايزك تبحث انت لو سمحت. effort بيجي معاها make ولا do؟ لفظ effort يعني كلمه effort مجهود بيجي معاها make ولا do؟ حصل عليها بس. 55 to succeed in your exams، عشان تنجح في امتحاناتك you must focus، لازم تركز. ايه المراجعه؟ لازم تركز على المراجعه. يعني كلمه تركز على يا جماعه focus on، يعني كلمه تركز على focus on. بحب قوي الايديوم بتاع when pigs fly ده. when pigs fly يعني when pigs fly في المشمش. عارف كلمه في المشمش؟ pigs اصلا لوحدها معناها خنازير، والله. لكن when pigs fly معناها ده في المشمش. the students الطلاب اضطروا ان هم ايه؟ to finish، عشان يخلصوا the research project، المشروع بتاع الابحاث قبل الديدلاين. طبعا متهيألي كل الطلبه عارفه يعني كلمه ديدلاين، موعد تسليم الحاجه. يا ترى الطلاب اضطروا ان هم يعملوا ايه عشان يخلصوا المشروع البحث اللي عليهم قبل ما يسلموه؟ ينطلقوا للعمل. يعني كلمه ينطلق للعمل spring into action. فين تعالى بقى في 57 اف داير على كلمه تايم اللي بعد النقط. بيقول لك بقى تختار مده كده ولا مده كده ولا مده كده. احنا كده اتفقنا ان لو بعد النقط في كلمه تايم، صح؟ قلت على فاروق كان قال لك يا اما تحط ابوستروفي اس يا اما اس ابوستروفي. ده مع الايه؟ ده مع المده. اتفقنا؟ مستر امتى ده وامتى ده؟ الابوستروفي اس لو كان المده هنا اولها ا او ان او 1. امال امتى اس ابوستروفي؟ لو هنا في رقم اكبر من 1. ارجع للحته اللي شرحناها في بدايه الفيديو خالص. طيب الاربع ارقام فيهم كلمه 2 يبقى الاولانيه غلط والثانيه غلط. انت كده عايز يا اما اس ابوستروفي يا اما ابوستروفي اس. حلو. 2 ده رقم اكبر من 1. يا مس فعلا رقم اكبر من 1. فعايز الاجابه دي تكون فيها ايه؟ اس ابوستروفي. على عكس تحت بعد النقط بقى في ناون. بوي ناون، صح؟ قلت لك ساعتها لو في بعد النقط ناون يبقى انا هنا عايز مده مالها مفرد. مده مالها هنا يا مستر مفرد. بيني وبينك المده المفرد دي لازم يكون اولها وان. لازم المده المفرد دي يكون اولها ايه هنا يا جماعه؟ اي او ان. انت تعرف اصلا الحته دي لسه هنشرحها في الكومباوند ادجكتيفز. بص انا اقول لك ان دي جايه صفه. ولد عنده 10 سنين هنا جايه صفه، بس مش عايز اعقدك دلوقتي. طيب دلوقتي بقى هنبدا نحل اسئله من كتب خارجيه على الجرامر. الجرامر عندك كان بيتكلم عن present perfect او المضارع التام. يعني ايه مضارع تام؟ حاجه حصلت في الماضي وليها نتيجه او اثر في الحاضر. المضارع التام ده اللي اتكلمنا فيه على sense of for already ويت في الاخر ever ونيفر. وكان المضارع التام ليه كلمات داله. تعالى نبدا نمشي واحده ونشوف الدنيا رايحه فين. صلى على النبي الاول. دي اسئله من كتب خارجيه. اول حاجه برضه اقول حاجه in the last 2 hours. خط على كلمه in the last. دي كانت كلمه داله على المضارع التام. اللي انت فاكر طريقتنا في الحل كانت ايه؟ بعمل دايره على ايه؟ على القاعده. خلاص اختار مضارع تام. فين المضارع التام هنا يا جماعه؟ have revised. اتفقنا؟ طيب مستر so far. خط على كلمه so far. دي كلمه داله على المضارع التام. فين المضارع التام هنا؟ اي نعم هو جايبه لك هنا باسيف مجهول، ده حقيقي لسه هنشرحه ان شاء الله الحصه الجايه، بس هو في الاول في الاخر مضارع تام so far. فين المضارع التام هنا؟ have been built. 3 if بقول لك نقط بين تو اسوان دايره علامه الاستفهام. حد شايف كلمه ايفر؟ يا مستر قال انتوا فاكرين كانت ايه اللي بتيجي في علامه الاستفهام؟ ايفر ولا نيفر؟ اصل انت عندك 2 نيفر وواحده ايفر. يعني انا واحده كانت بتيجي تقول لي لا ايفر يا مستر كانت هي اللي بتيجي. اتفقنا ايفر هي اللي بتيجي في السؤال. يبقى لتر سي غلط ولتر دي غلط. خليك فاكر بس ان ايفر كانت بتيجي اول حاجه في السؤال، فاكر؟ تاني حاجه لو اول الجمله ايه بقى يا مستر؟
no زائد اسم. صح؟ صح. تالت حاجة لو كنت لقيت ان ابوستروفي تي بعديها نقط كنا بنختار برضو ever. رابع حاجة اسمعني كويس هنا كويس جدا جدا جدا، لو بتتكلم ان انت لقيت كلمة ذا، ايوه first second third الاول التاني التالت the best او كلمة the most the best او كلمة ايه the most، كان ساعتها فورا بتحط كلمة ايه هنا يا شباب ever. تعالى بقى هنا يعني. طيب هنا تقدر تختار اول اجابه ولا تاني اجابه، باش احنا بنتكلم في المضارع التام فانا عايز بطبيعه الحال الاجابه اللي فيها كلمه ايه have. طيب we haven't seen him احنا ما شفناهوش not over a year مده، فاكر مده اولها a او an او the كان بيجي قبلها كلمه ايه for، ولو مده اخرها اس برضه بيجي قبلها كلمه ايه for، فبالتالي هنا الاجابه السليمه طبعا كلمه for. ما شفناهوش لمده سنه. he not the piano since داير على كلمة since، هي since كان بيجي قبلها زمن ايه قبلها لو تفتكر مضارع تام او it's زائد مدة. امال بعد since كان بيجي زمن عندي اسمه ايه هنا يا شباب ماضي بسيط، بالتالي النقط هنا قبليها فانا عايز مضارع تام they has played. طيب 6 I haven't جملة منفية. جملة ايه منفية؟ هو كان ايه اللي بيجي في اخر الجملة المنفية؟ كانت كلمة من اتنين، اما كلمة yet اما كلمة lately، اما كلمة yet اما كلمة lately، فالإجابة السليمة انها تبقى lately. 7 you look pale انت شكلك pale معناها وشك اصفر، عارف وشك اصفر شكلك تعبان. not to you. طيب شكلك تعبان دي جملة مضارع you look pale شكلك تعبان. بص بقى بص الإجابات كلها has anything happened والكلام ده، يعني عايز اقول لك happened معناها حصل to you، عايز اقول لك في حاجة حصلت لك انت شكلك تعبان ده مضارع، في حاجه حصلت لك ده ماضي. هو انهي زمن عندي اللي بيربط حاجه حصلت في الماضي بالمضارع؟ زمن واحد بس وهو زمن عندي اسمه المضارع التام. فمن كلمه بص انت شكلك مرهق قوي في حاجه حصلت ده ماضي، مدياني نتيجه دلوقتي ان انت مرهق او متعب ده مضارع، ماضي ومضارع يبقى ده زمن عندي اسمه ايه يا جماعه مضارع تام. has anything happened. 8 I know the Olympic Games الألعاب الأولمبية every 4 years every 4 years. يعني أنت فاكر لو بعد النقط لقيت عدد مرات الشيء، لقيت عدد مرات أي حاجة كنت بتحط هنا زمن عندي اسمه إيه يا شباب هنا تفتكر؟ مضارع تام. الإجابة طبعا كلمة have watched. 9 خط على كلمة lately my uncle انا عمي ايه الى المانيا مؤخرا lately دي بتيجي بزمن عندي اسمه ايه اصلا مضارع تام. ماشي مستر بس دي مش منفيه يا باشا يعني هي في اجابه منفيه وانا ما رضيتش اختارها بالله عليك، في اجابه منفيه بالله عليك انا ما رضيتش اختارها، لا طب خلاص هعمل ايه؟ هتعامل مع اللي قدامي ده انا عايز اقول لك اصلا شفت السؤال رقم 6 دي شفت ريسنتلي على فكره ريسنتلي صح، يعني كنت المفروض اختار لك بي وسي بس لا انا عايزك تتعود في اجابه واحده بس اللي بتختارها، لان في نظام الثانويه العامه الجديد بقى خلاص ممنوع اسئله بيبقى فيها اجابتين، فاهم؟ ممنوع اسئله فيها اجابتين فبتختار الاجابه الاقوى. طب ايه الاجابه الاقوى هنا؟ ليتلي بس. فانا هنا عايز مضارع تام اللي هي كلمه هاز بين. 10 اي اف خط على اول الكلام على كلمه nothing. حد شايفه كلمه nothing تلاقيها عندك؟ بص لسه قايلينها دلوقتي على ايفر، والله لسه قايلينها دلوقتي. لو اول الجمله كلمه نو زائد اسم بحط كلمه ايه على طول؟ ايفر. ماشي يا مستر ايفر. فين ايفر؟ اهي هاز ايفر هابند بس. حلو قوي. 11 حد واخد باله ان بعد النقط في عدد؟ طب حد واخد باله من كلمه سو فار؟ حصل. حد واخد باله من كلمه ذيس مورنينج؟ حصل. هي كل الكلمات دي كانت كلمات دالة عندي على زمن اسمه ايه؟ مضارع تام. دكتور تامر ايه 4 مرضى حتى الان هذا الصباح. فين هنا المضارع التام هنا يا جماعه؟ هاز سين. اي اف. حلو السؤال ده. بقول لك هو ايه الى البنك to draw some money. draw اللي هي معناها يسحب يعني. he will be back هو هيرجع كمان نص ساعه. هيرجع كمان، بص عايز اقول هو راح البنك لسه هيرجع كمان نص ساعه. هو كده راح ورجع ولا راح ولسه هناك؟ راح ولسه هناك. انهي واحده من دول معناها راح ولسه هناك؟ has gone دي اللي فيها ايه واحده. هم اللي كان فيها 2 ايه يا جماعه كانت معناها ايه يا شباب لو تفتكر؟ راح
ورجع تحتيها وبعديها we not our old friends احنا ايه اصدقائنا القدامى for a year. خط على كلمه for a year. هو ده زمن ايه اصلا بتاع for زائد مده؟ ده زمن عندي اسمه ايه يا جماعه؟ تقول لي يا مستر ده زمن عندي اسمه مضارع تام. طب فين المضارع التام هنا يا شباب؟ من الاجابات هنا فين المضارع التام؟ خلينا نصغر شويه. المضارع التام يا جماعه كالاتي اللي هي كلمه haven't met. 14 a long time has passed ده زمن عندي اسمه مضارع تام. وبعد النوت I saw him اللي هي ماضي بسيط. حلينا السؤال ده على فكره اظن. لو قبل النوت مضارع تام وبعد النوت ماضي بسيط لسه قايلين قاعدتها هي كلمه ايه يا جماعه؟ هنا الاجابه since. a long time has passed وقت طويل قوي عدى منذ I saw him منذ انا رايته. لغايه 14 دي كانت اسئله كده من كتب خارجيه. المضارع طبعا فكره هو سهل ما فيش فيه لعبكه يعني. انت لسه هتشوف الحصه الجايه ان شاء الله. واحد all the cookies جميع الكوكيز in that mall في المول ده نقط by my sister. ده سؤال باسيف مجهول ده لسه هيتشرح لك مؤجل. عموما الاجابه طبعا have been made مؤجل. 2 AF حلو قوي السؤال ده. have you seen that film؟ انت شفت الفيلم ده؟ هيقول له نعم I not it last week. خط على كلمه last week. زمن ايه last week ده؟ تاني هل كلمه last week ده مضارع تام بتاعتها شغال؟ هل كلمه last week last week هل ده مضارع تام بالله عليك؟ تقول لي لا ده yesterday ولast ago. yesterday ولast ago كان زمن عندي اسمه ايه هنا يا جماعه؟ اسمه مضارع اسمه ماضي بسيط. yesterday ولast ago زمن اسمه ماضي ايه يا جماعه؟ بسيط. بالتالي فين الماضي البسيط هنا يا جماعه؟ فين الماضي البسيط هنا؟ الماضي البسيط هنا يا مستر فين الماضي البسيط اللي هي كلمه صا. بالمناسبه هو زمن بقى الماضي البسيط ده يا مستر كده معلش يعني معلش بيتكون من ايه؟ ابدا الفعل بتجيب منه الماضي. يعني مثلا كلمه زي play الماضي من play كلمه ايه؟ played يعني انت ضفت له اي دي. حلو يبقى اي فعل اخره اي دي ده ماضي بسيط. طب كلمه زي كلمه جو اللي معناها يذهب. هات التصريف الثاني من كلمه جو. التصريف الثاني من كلمه جو كلمه ايه؟ بالظبط went. فالماضي البسيط ده عباره عن فعل اخره اي دي او تصريف تاني. تصريف كام؟ تاني. ماشي. فالاجابه هنا مفيش غيرها اصلا. الماضي الوحيده اللي موجوده الصاد. تصريف تاني. 3 يا نهار ابيض. معناها يا خرابي يا نهار. دهشه استغراب دهشه استغراب. هو كان ايه اللي بيجي في اخر السؤال اهو؟ اخر السؤال اللي فيه دهشه او استغراب او معنى كانت كلمه ايه هنا يا شباب؟ already. كانت كلمه ايه يا جماعه؟ already. ودي احنا قلناها. 4 خط على كلمه recent. كلمه recent او recently دي كلمات داله صرف على المضارع التام فانا بطبق مضارع تام have developed. 5 حبيبي it's a year عدى سنه since منذ مستر علاء فاروق and miss you عمرو حرب. ده اخويا يعني. فعدى سنه منذ. حد واخد باله من كلمه since؟ مثلا انت لسه قايل دلوقتي ان كلمه since بيجي بعدها كده زمن ماضي بسيط. امال قبل since كان بيجي زمن ايه يا جماعه لو تفتكر؟ مضارع تام او اتس زائد مده. اتس زائد ايه هنا يا شباب؟ مده. طيب فانا عايز اعرف ايه اللي هيجي بعد سنس. اللي هيجي بعد سنس هنا ماضي بسيط. فين الماضي البسيط هنا يا شباب؟ فيزيتد. 6 في نقط في اخر الجمله صح؟ نقط في اخر الجمله. وخلي بالك من كلمه هاز نوت. هي كلمه هاز نوت ده مضارع تام منفي. مضارع تام منفي. هو كان ايه اللي بيجي في اخر المضارع التام المنفي؟ كلمه ايه؟ يت. امال ايه اللي بيجي في اخر المضارع التام المثبت؟ مضارع تام مثبت هي كلمه ايه؟ اوريدي. 7 اف. فكره حلوه قوي السؤال ده. منى ايه غرفتها؟ ماشي. اتس obviously اكتب فيها كده من الواضح. الكلمه دي خطيره انقلها لي عندك. من الواضح انها نظيفه. بقول لك منى حاجه غرفتها شكلها نظيف. عايز تقول كلين معناه ينظف صح؟ عايز اقول منى نظفت غرفتها ده ماضي. نظفت غرفتها ده ماضي. اتس obviously من الواضح ان هي نظيفه. من الواضح ان هي ايه؟ نظيفه. من الواضح ان هي نظيفه ده مضارع عشان حاجه حصلت في الماضي ان هي نظفت الاوضه. يعني هي نظفت الاوضه ده ماضي. فالمضارع دلوقتي ان هي ايه هنا يا جماعه؟ نظيفه. فالاجابه السليمه هنا طبعا هي كلمه هاز كليند. 8 دايره على كلمه يت. ده برضه باسيف مجهول لسه ما شرحناهوش يا جماعه بصراحه. لسه ما شرحناهوش. لو ان اي عيل يعني كان معايا من قبل كده يعرف على طول. فالاجابه هنا هي كلمه هازنت بن. ده لسه يعني سيبه لسه. 9 بقى اف
I have lived in حلوان، انا عشت في حلوان نقط last year. طيب في طالب قال لي انت قايل لي لو بعد النقط في مده اولها a او ان او ذا احط فور، صح؟ هي كلمه year مده سنه هي مده، هل هي اولها a او ان او ذا؟ لا. طب هل هي مده اخرها اس؟ لا. امال ليه عايز تختار فور بقى؟ ها امال ليه عايز تختار فور؟ ما ينفعش. يبقى فور هنا مش تنفع. امال هبدا اختار ايه يا مستر هنا بقى؟ الاجابه ما فيش غيرها، ما هي فور يا اما ايه؟ يا اما سنس، يا اما فور يا اما ايه؟ سنس. مستر بس انا كنت فاكر ان كان عندي قاعده اسمها ذا ليست. صح، تعالى اشرح لك تاني كلمه ذا ليست. كنت بقول لك هتلاقي نقط وبعض النقط اديك قلتها ذا ليست زائد مده، ذا ليست زائد مده. حط هنا كلمه فور. ولكن ذا ليست لو بعد النقط ده كلمه ذا ليست لو جبت لك بعديها كلمه تايم او جبت لك بعديها يا بنتي كلمه نون اسم، يعني فاكر الحته دي شرحناها والله. كنت بقول لك ان هتحط كلمه ايه هنا يا شباب؟ سنس. تحط كلمه ايه؟ سنس. دي خاصه بكلمه عندي اسمها ايه؟ ذا ليست. هنا مفيش كلمه ذا ليست. طيب هنا ليست بس ومفيش مده اولها لا ولا ان ولا ذا ولا مده اخرها اس، فالاجابه السليمه بتاعتي هي كلمه سنس. 10 I not any fish since. احنا لسه كاتبين بقى سنس بيجي قبلها مضارع تام. فين المضارع التام هنا من الاجابات يا جماعه؟ haven't caught. 11 there يوجد هناك، عايز اقول there ايه a lot of changes، التغير كثير من التغيرات in Egypt في مصر recently. خط على كلمه recently، هي دي كلمه داله على زمن عندي اسمه ايه؟ مضارع تام. طب فين المضارع التام هنا يا جماعه؟ has و have بس have been. كمل. قبل النقط في اتس زائد مده زمنيه اتس 2 years. قبل النقط اتس زائد مده وبعد النقط ماضي بسيط. طلع لي بالله عليك انهي قاعده اللي كان بيجي قبلها اتس زائد مده، اتس زائد مده وبعدها ماضي بسيط، انهي واحده من دول يا جماعه؟ كلمه ايه تاني؟ سنس. 13 اللي انت فاكر حضرتك لما انا كانت ايه من ضمن الكلمات الداله على المضارع التام؟ يعني انا كنت بقول في كلمات داله على المضارع التام زي ايه؟ زي كلمه it is only the second time. بص كلمات داله على المضارع التام كانت ذا وبعد ذا first second third، واجيب لك بعديهم كلمه ايه هنا يا شباب؟ time. يجيب لك بعدين كلمه ايه؟ طيب فالاجابه السليمه هنا هي مضارع تام اللي هي كلمه have driven. 14 دايره على كلمه today دي كلمه داله خلاص مضارع تام خلصت. عايز تتاكد دايره على لفظ 3 عدد بعد النقط مضارع تام. دايره على كلمه so far اهو مضارع تام مفيش غيرها، فالاجابه السليمه طبعا مضارع تام اللي هي كلمه have received. 15 نفس الفكره. اوه يا نهار ابيض انا حاجه الباسبور بتاعي. lost معناه ضيعت، عايز اقول انا باسبوري ضاع، ده ماضي. بص النتيجه اللي هتبان لي دلوقتي. what should I do؟ المفروض اعمل ايه؟ المفروض كلمه what should I do والمفروض اعمل ايه؟ ده مضارع. المفروض اعمل ايه؟ انت بتتكلم في ايه اصلا؟ بص انا باسبوري ضاع، المفروض اعمل ايه؟ حاجه حصلت في الماضي وليه اثر فين هنا يا جماعه؟ في المضارع، فالاجابه السليمه هنا على طول تبقى كلمه ايه؟ have lost. 16 دايره على كلمه since. هي since بيجي بعدها زمن ايه هنا يا جماعه؟ ماضي بسيط. لو طالب كتب الجرامر بايديه كتير هيعرف هيلاقي سؤال. ليفت. 17 اف I space England once. يعني ايه once يا مستر؟ ذات مرة. ايه اللي عندك المعلومة دي؟ كلمة once في آخر الجملة تدل على الماضي البسيط. لفظ once في آخر الجملة بيدل على زمن عندي اسمه ايه هنا يا جماعة؟ ماضي بسيط. 18 we haven't seen her. احنا ما شفناش since قلنا بيجي بعدها زمن عندي اسمه ايه؟ ماضي. بعدها هنا ماضي بسيط. شرحنا ايه الماضي البسيط؟ فين الماضي البسيط هنا؟ فعل اخره اي دي او تصريف تاني. طيب 19 the baby has been hungry. البيبي جعان جدا نقط several hours. حد شاف كلمه several hours دي مده اخرها حرف ايه؟ مده اخرها اس. من غير اجو حط فور. حط فور. 20 have you done في نقط في اخر السؤال يا يت يا اوريدي. كان امتى يت وامتى اوريدي؟ بص يت او اوريدي الاثنين عكس بعض، كنا دايما عكس بعض. يت بتيجي فين؟ اخر المضارع التام المنفي. امال اوريدي كانت بتيجي فين؟ اخر المضارع التام المثبت. ماشي يا مستر. لا ثم ولا اي حاجه. يت او اوريدي بقى اوريدي كانت بتيجي في اخر السؤال. ماله بقى يا مستر اخر انهي سؤال؟ بقول لك هنا في يكون في شرط يكون في
ايه بقى؟ دهشه او استغراب، فاكر؟ او مدح، ومكتوبين عندك في الماتيريال. امال دي بتيجي في اخر السؤال، اخر السؤال اللي ما فيهوش كرولوس. اخر السؤال اللي ما فيهوش دهشه او استغراب، كان عايزنا نشرحها له، او مدح. بس ارجعوا للحته دي وهي مكتوبه في الماتيريال تفهموها كويس جدا جدا. انت خلصت واجبك؟ نقط. You have been so quick. ده انت سريع جدا. You have been so quick معناها سريع، ده انت سريع جدا. المثال كده فيه ايه يا جماعه؟ دهشه. فالاجابه السليمه طبعا هي كلمه ايه هنا؟ already. 21 شرحت لك انا كلمه just already. انا حاجه لانش، يا ترى هي already have ولا have already had ولا had already ولا الكلام ده؟ هو اصلا كان عندي قاعده اصلا اسمها just و already. مالهم دول يا مستر؟ كان بيجي قبلهم has و have وبيجي بعديهم البي بي. بيجي بعدهم ايه هنا يا شباب كده؟ البي بي. يبقى قبل جاست واوريدي بيجي كلمه هاز وهاف، وبعدين بيجي ايه هنا يا جماعه؟ البي بي. فالاجابه السليمه هنا طبعا، الاجابه السليمه انهي واحده من دول اللي قبلها هاز وهاف اوريدي موجوده، وقبلها هاز وهاف وبعدها البي بي؟ انهي واحده يا جماعه؟ هاف اوريدي هاد. 22 طبعا داير على كلمه سنس. قبل سنس بيجي مضارع تام. فين المضارع التام هنا يا جماعه؟ هاف ستادي. 23 ان شاء الله لطيف يعني. I have been here. انا قاعد هنا نقط مارش. يعني ايه كلمه مارش يا جماعه؟ مارس. انا قاعد ايه هنا؟ مارس. يا ترى انا قاعد، وده مضارع تام تاخد بالك. يا ترى انا قاعد ايه هنا؟ مارس. ينفع اقول انا قاعد هنا لمده مارس، ولا انا قاعد هنا منذ مارس؟ طبعا انا قاعد هنا منذ مارس. فالاجابه السليمه هي كلمه since. 24 this is the most. خط على كلمه the most. فورا بدور على اجابه فيها ever. دي شرحناها في الصفحه اللي قبلها. the best، the most، the first، the second، بجيب معاهم كلمه ever. بجيب معاهم كلمه ايه؟ ever. طب ever مكتوبه فين صح في 3؟ هو انا في زمن عندي اسمه ايه اصلا؟ بشرح في زمن اسمه ايه؟ مضارع تام. صباح الفل. بس صباح الفل اهو مضارع تام. كمل. يوسف مهدي and حسين. يوسف مهدي بص يوسف مهدي وحسين haven't visited، ما زاروش their grandparents، اجدادهم نقط the last. ايوه the last اهي the last زائد مده. انت تجيب قبلها كلمه ايه هنا بقى على طول كده؟ for. 26 اي اف مس ايه خالد طبعا، كتيبه ما شاء الله عليها، الله اكبر عليها يا رب. ايه خالد won a prize، فازت بجائزه for reading نقط، ومديك هنا تاريخ 2017. معظم الطلبه اختارت كلمه سنس. قلت له صفر. ده قال لي نعم. قلت له صفر. قال لي ده تاريخه مش اخره اس. تاريخه مش اخره اس كنت بحط سنس. تاريخ مش اخره اس بحط سنس. قلت له ايه يا مس؟ انت بتتكلم صح، بس هو الحته دي واحنا بنشرحها كنا في زمن اسمه ايه؟ انت بتقول لي مضارع تام. طب طلع لي مضارع تام من الجمله. فين المضارع التام هنا؟ فين؟ في مضارع تام هنا؟ تقول لي لا. معنى كده انا بنبهك تنبيه. التاريخ، اي تاريخ، ايوه يا مستر ماله؟ بينفع يجي قبليه ان وبينفع يجي قبليه سنس. سيبك بقى من التاريخ، لو اخره اس بيبقى فور. تاني يا مستر معلش. التاريخ 2010 2005 2008 2009 اي تاريخ، امتى قبليه ان وامتى قبليه سنس؟ التاريخ بيجي معاه ان لو الجمله في زمن ماضي بسيط. التاريخ معاه سنس لو الجمله في زمن مضارع تام. تاني يا مستر، التواريخ بتيجي مع ايه؟ التواريخ بتيجي مع ايه؟ حاجه من اتنين. خلي ده هنا كده معلش يا جماعه. التواريخ بتيجي مع ايه؟ حاجه من اتنين، اما حرف الجر ان اما حرف الجر سنس. امتى ان ماضي بسيط؟ امتى سنس مضارع تام؟ تقول لي اديني مثال. اديني مثال. ماشي. I studied، واخد بالك؟ not 2017. وهنا I have studied not 2017. بس اول جمله studied ده ماضي بسيط مش مضارع تام، لان المضارع التام ده هاز وهاف زائد البي بي، فهنا ماضي بسيط. امال هنا زمن عندي اسمه ايه يا جماعه؟ مضارع تام.
طب هي التواريخ مع الماضي البسيط بيجي معاها حرف جر ايه؟ ان. طب التواريخ مع المضارع التام بيجي معاها حرف جر ايه؟ since. بس ده اللي مكتوب اهي ده ماضي بسيط 1. حد شايف كلمة 1؟ 1 دي تصريف تاني من كلمة when، تصريف تاني من كلمة when، فالإجابة السليمة هنا طبعا ده ماضي بسيط، ماضي بسيط صرف، هي حرف جر يعني. شهد مسعود باشتنا دي ماشي. شهد مسعود على فكرة طعم الإشراف اللي كل ده عندي 3/4 كان كله والله كله كله ما عدا العاق إسراء، لا هي ما كانتش استعرفتي بس فكانوا كلهم على فكرة كانوا مساعدين، كانوا طلاب الاول، عشان كده تلاقيهم حتى هم طالعين الله اكبر عليهم يعني، ربنا يحميهم يا رب من كل شر وربنا يحافظ عليهم يعني. شهد مسعود is the most، خط على كلمه the most. فاكر لما بنلاقي كلمه the most بختار ever ولا never ولا yet ولا ايه، تقول لي على طول بحط كلمه ever. انت راجل مذاكر بقى. 28 هو فعلا سؤال من السنه اللي فاتت بس غتاته مقارنه، ده سؤال مقارنه غتاته والله العظيم. which sentence أنهي جملة is correctly structured مكتوبة بجرامر سليم؟ أنهي جملة من دول مكتوبة بجرامر سليم؟ ماشي يا مستر. أول إجابة 0. حد شايف كلمة more taller؟ طب بقول لك استنى السؤال ده أول حد هينزله ويشرحه، أول حد هينزله ويشرحه ليه 100 جنيه. اتفقنا؟ اول حد هينزل السؤال ده بالشرح بتاعه كده على الجروب بتاعنا، مش على اليوتيوب كمان، على الجروب بتاعنا اول 100 جنيه خلاص كده. اول واحد اتفقنا؟ مش اول واحد، اول 2 خلاص، اول 2 ويكون كل بشرط كل واحد في مجموعه، كل واحد في مجموعه. فبس نزل لي ايه الاجابه من دول وايه السبب وكده. 29 مس ميرام، هي عارفه طبعا الاسم الحركي ليها. مالها مس ميرام بقى؟ مس ميرام هاز نوت كلين، قبل النوت في كلمة هاز أو هاف، بعد النوت في البي بي تصريف ثالث. أنهي واحدة من دول؟ أنهي إجابة من دول اللي كان بيجي قبلها هاز وهاف وبعدها البي بي؟ طب كمل الجملة كده، كمل الجملة. ميرام نظفت غرفتها it looks nice now، شكلها حلو قوي دلوقتي، الغرفة شكلها حلو، يبقى أنا عايز أقول ميرام لسه حالا منظفة غرفتها شكلها حلو قوي. طب يعني إيه كلمة لسه حالا يا جماعة؟ already، قلنا كلمة just و already معناهم لسه حالا. 30 انا حاجه الى نيويورك several times، يعني كلمه several times يا جماعه مرات عديده، عدد يا عم اقسم بالله اهو والله several الكثير من المرات، عديد من المرات، عدد مضارع تام. فالاجابه السليمه هنا طبعا هي كلمه have been. الليدر اسراء مصطفى طبعا، مس اسراء مصطفى 3 تقارير بس، شكرا 3 تقارير، 3 بس خلاص مضارع تام عدد. 32 I not Brazil، ما اسمهاش برازيل على فكره، اسمها برازيل. twice يعني كلمه twice مرتين، عدد خلاص مضارع تام. بعدين ما تنساش هنا كلمه up till now، حد شاف كلمه up till now؟ دي كانت كلمه داله اصلا على زمن عندي اسمه مضارع تام، فتبقى الاجابه هنا طبعا have visited. هادي شاكر اخويا الصغير وحبيبي ده، حبيبي الواد هادي بجد. هادي شاكر رجله في السؤال ده. عيل قال لي في هنا كلمه توداي مضارع تام، ماشي يا عم بس انا عايز اقرا السؤال من اوله معلش حقك عليا. هيرت معناه يجرح او يؤذي، عايز اقول هادي رجليه اتجرحت، اتعورت رجلين هادي اتعورت. كمل الجمله. لذلك he can't play football، مش هينفع يلعب كوره النهارده، مش هينفع يلعب كوره النهارده مش هينفع يلعب كوره. ليه بقى؟ اصل رجليه اتعورت. رجليه مالها يا جماعه؟ مالها؟ اتعورت. حاجه حصلت في الماضي وليها اثر في الحاضر ان هو مش عارف يلعب النهارده. ده زمان عندي اسمه مضارع تام. الاسئله دي من حصص مصر. I haven't seen انا ما شفتش حد شايف كلمه ذا لاست؟ جبت لك وراها كلمه تايم، يبقى الاجابه السليمه لو انا راجل مذاكر كلمه على طول؟ سنس، عشان كلمه ذا لاست لما بيجي وراها ناون او تايم بحط سنس. 35 ذا فيرست تايم، كلمه ذا فيرست تايم فانا عايز اجابتي فيها مضارع تام. ذا فيرست تايم عايز مضارع تام، اول اجابه غلط والثاني اجابه غلط. طب يا مستر سي ولا دي؟ فين المضارع التام؟ المضارع التام ده بيتكون من ايه؟ هاز وهاف زائد تصريف كام؟ ثالث. كم كلمه دول كده؟ هاز وهاف واحده منهم، زائد البي بي كم كلمه؟ 2 بس. فالاجابه هنا طبعا هي هاف سين. 36 بدا لي هنا بقى بسنس،
بدأ لك الجمله كده بسنس. خلي بالك ان السنس جبت لك بعدها هنا ماضي بسيط، جبت لك بعدها هنا زمن اسمه ايه يا جماعه كده؟ ماضي بسيط. هي سنس ماضي بسيط، الزمن الناحيه الثانيه زمن اسمه ايه يا جماعه؟ مضارع تام. مش ده اللي انت دارسه؟ سنس ماضي بسيط، الناحيه الثانيه مضارع تام. طب فين المضارع التام هنا يا جماعه؟ haven't heard. بتاع ده هيخلص امتى؟ انا تعبت والله، انا تعبت. المفروض دي اخر صفحه باين. نأمل من الله سبحانه وتعالى. ألفت لكم حتة شوية قصص جامدة. المهم يعني I have not AF يا ترى أنا إيه؟ ذهبت. معناها ذهبت كامبينج للكامب. يا ترى أنا إيه للكامب؟ I'd like to أنا أحب أن go أذهب الصيف الجاي. أنا عايز أروح الصيف الجاي، عايز أروح الصيف اللي جاي. يا ترى أنا إيه؟ رحت للكامب، أنا عايز أروح الصيف الجاي. اصلا في طالب قال لي اوريدي وجاست غلط، قلت له ليه؟ قال لي الاثنين بيساووا بعض، مش هينفع احطهم. تاني يا مستر انا اصلا كنت عايز اختار كلمه جاست اوريدي، اصل قبلها هاز وهاف وبعدها بي اللي هي هاف وجون. فاقول لك ماشي، بس في مشكله. جاست اوريدي هما كلمتين، صح؟ هما كلمتين. اسمعني هنا كويس. ليه ما ينفعش هنا؟ بصرف النظر المعنى مش هينفع. يعني تخيل كده بقول انا لسه حالا رايح للكامبينج. I'd like to أنا أحب أن أذهب الصيف الجاي. ده منطقية؟ تقول لي لا، يبقى هي just already. يا ever يا never. قال لي أنت فاكر الحوار ده وأنا بتكلم معاك never كانت بتعمل إيه؟ فاكر؟ بتديني حاجة اسمها نفي إيه؟ أيوه معنوي. نفي إيه؟ معنوي. نفي بالكلام. حاجة إنكار، حاجة بنكر إن أنا عمري ما عملتها. عارف الشيء اللي أنا عمري ما عملته؟ بحط معاه never. مثلا أنا عمري ما رحت للكامبينج، نفسي اروح الصيف الجاي. يبقى الاجابه السليمه هنا كلمه نيفر. ليه نيفر هنا يا معلم؟ بص معايا. عند التحدث عن تجربه لم تحدث من قبل، اسمع تاني الجمله دي. عند التحدث عن تجربه لم تحدث من قبل حط نيفر. حط كلمه ايه يا عم؟ نيفر. يعني انا بتكلم عن حاجه عمرها ما حصلت. عرفت ان انا مثلا عمرها ما حصلت؟ بيقول لك انا عمري ما رحت للكامبينج، انا نفسي اروح الصيف الجاي، عايز اروح الصيف الجاي اهو. ما هي دي حاجه كده عمرها ما حصلت. 38 the first time انا كده خلاص مضارع تام. حد شايف قبل النوت في كلمه ايه؟ haven't. الحته دي شرحناها من شويه. لو قبل النوت في ان ابوستروفي تي بجيب معاها كلمه ايه يا جماعه على طول؟ ever. لو قبل النوت على طول في ان ابوستروفي تي بجيب كلمه ايه على طول؟ ever. 39 دايره على كلمه سنس. اتفقنا دايره على كلمه سنس بيجي قبلها مضارع تام. فين المضارع التام هنا؟ have enjoyed. هاز وهاف زائد البي بي. 40 ذا فيرست تايم. برضه نفس السؤال ده متكرر، معلش حقك عليا. فتبقى الاجابه كلمه ايفر. ثانيه واحده، في عيل قال لي اقف. قال لي انت مش شايف ان في ساتش؟ قلت له انا شايف ان في ساتش. قال لي انت قايل لي لو لقيت ساتش او زين وبيفور اخر الكلام بحط نيفر. قلت له والله. قلت له انت عايز تبقى الاجابه كده صح؟ قلت له ده اللي هو ازاي بقى الان ابوستروفي تي بعديها نيفر. قلت له اقنعني ازاي الان ابوستروفي تي اللي هي نفي جاي بعديها نيفر اللي هي نفي. قلت له ما ينفعش طبعا. اتنين نفي ورا بعض انت بتوقع الجمله، بتوقع بنيان الجمله كلها. هل ينفع اتنين نفي ورا بعض يجوا؟ لا، ودي شرحتها على فكره في كل المجموعات. 41 دايره برضو على كلمه سنس. بيجي قبلها مضارع تام have enjoyed. 42 AF بس برضو مجهول. سؤال مجهول. احنا قلنا كان في سؤال على 100 جنيه صح؟ كان في سؤال على 100 جنيه مظبوط؟ السؤال ده برضه على 100 جنيه، ده بجد والله العظيم ده فعلا يعني. السؤال ده برضه على 100 جنيه. أنهي إجابة من دول صح؟ يعني ليه الأولى دي أنا شايف إن هي غلط أو صح؟ وليتر بي بالأخص كمان. أنا عايز أعرف إيه الفرق بين A و B. A و B. 100 جنيه حلوة أوي السؤال بس. وبكده الحمد لله وصلنا لغاية نهاية واجب يونت 1. يونت 1 ليسن 1 و 2. يونت 1 ليسن 1 و 2. وبس كده يا سيدي، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. اتمنى حضرتك تكون بقى تركز في كل الاسئله وتكون مذاكر الاول وبعد كده تحل. انا حبيت اوريك واحنا بنحل ان مش شرط اترجم السؤال كله عشان اعرف احل يعني، لا مش شرط. انا اهم حاجه عندي اعرف الجمله عايزه ايه. طب الاجابات اللي انا ما خدتهاش في الكلمات اجابات ما خدتهاش هشطب عليها، ما خدتهاش اعمل ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أشوفك على خير إن شاء الله. بس كده.